كثيرا ما يتعرض مريض السكري خاصة من النوع الأول بارتفاع أو هبوط في نسبة السكر، وذلك نتيجة إما سلوكيات غذائية أو نفسية أو سلوكية. أعراض هبوط السكر والله في البداية تحسين إنه تعبانة، تحرقين، ما تشوفين عدل، تحسين بالأرق، إرهاق، تحسين يعني رجف وهاللون. العطش والجوع وأروح الحمام وايد والزغللة بالعين. أعراض هبوط السكر لما تحسين بدوخة هاللون تاخذين جهاز السكر أول شيء تشيكينه. أوكي. أو تستخدمين أول شيء المطهر وتشيكين الجهاز. أوكي. إذا حصلتيه نازل تاخذين كوب عصير وتشربينه. تنطرين ساعة أو شوي بعدين تشيكينه مرة ثانية. بيكون إذا معدله طبيعي أوكي. إذا نازل نشرب بعد كوب. يدور راسي وبعد ما أقدر أتحرك وايد. راسي يعورني راسك يعورك. إيه. وأشعر بالجوع. تشعرين بالجوع. أوكي. بشاير، إذا ارتفع السكر عندك شو تحسين؟ لأن بطني وايد يعورني وايد أروح الحمام. إيه. يعني كل هاي يعني كله أروح الحمام وكله بطني يعورني بعد. يدور راس الواحد يحس بالتعب. إيه؟ يحس إنه يبي ياكل، قلبه يدق. أوكي. يحس تعبان. يدور شيء ياكله. قد لا يتناول المصاب بالسكري الطعام بعد الأنسولين أو يمارس أنشطة بدنية عنيفة، وبالتالي يدخل في هبوط السكر، أو إنه ينسى تناول الأنسولين أو يقلل الجرعة عن طريق الخطأ أو نتيجة إصابته بالتهاب فيرتفع السكر. أعراض هبوط السكر تشمل على ضعف ودوخة وصداع وزغللة بالنظر وخفقان قلب، وتكون فجائية عادة، في حين ارتفاع السكر يكون بشكل تدريجي ويزيد فيه عدد مرات التبول والإحساس بالعطش وكذلك الصداع. وشلون تعالجينه؟ هاي السؤال. والله انت غلبتني يا حين. قول لي السؤال. الجواب في هاي حبات مربعات صغار اسمهم الجلوكوز. او تشربين لك نص قلاص عصير مانجا احسن شيء لانه هو يرفع. وبعد اي شيء فيه كربوهيدرات. ويعني اي شيء فيه سكر، حلويات، اي شيء. أقيس نسبة السكر واخذ جرعة زايدة واشوف اذا في اسيتون ولا لا. واذا كان في اسيتون؟ في اسيتون عادي. انت تتصلين بالطبيب بعد؟ ايه. شكرا. اشرب نص كوب عصير. تشرب نص كوب عصير. عقب ربع ساعة تشيك مرة ثانية. واذا بعد شفتها هبوط اشرب نص كوب عصير ثاني. أفحص أول بعدين أنزله. أوكي تمام. فإذا مرتفع تنزلينه. عقب ما أحس بهاي الأشياء أروح أشوف لي أخذ لي نص كوب عصير برتقال. حلاوة. تسوي تحليل قبل تتأكد؟ إيه. وعقب ما تاخذ الحلاوة عقب ربع ساعة تشيك دمك. عقب ما أخذ نص عشان تتأكد إن ارتفع وصار نورمال. عند إحساسك بأعراض غير طبيعية وقد تشير إلى حدوث هبوط أو ارتفاع بمستوى السكر، يجب فحص الدم بالجهاز للتأكد من نسبة السكر. فإذا كان مستوى السكر منخفض يتم تناول أي عصائر أو قطعة سكر أو حلاوة. وإذا كان مرتفع يجب الفحص على البول للتأكد من عدم وجود أسيتون، فإذا كان فيه يجب الذهاب إلى المستشفى. علاج السكري يجب أن يشمل على 3 أبعاد، وهي الغذاء والدواء والنشاط البدني، حتى يمكننا أن نتحكم به أفضل تحكيم. وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.